أستاذة فاطمة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يكبر خاطرك. معلش انا عايزه اسال سؤال بس. انا متجوزه. ف هو كان متجوز قبل يعني. حضرتك سامعني؟ جدا. فلما تقدموا كده قالوا ان هو صحته كويسه وعايز يعيش وعايز يخلف. انا لما اتجوزته ما لقيتش الحاجه دي خالص، يعني حكايه ان هو عايز يعيش. هو مريض. وخبوا عني حكايه مرضه. تاني حاجه ان حكايه ان هو قادر يعيش وقادر يخلف دي ما لقيتهاش خالص. فايه حكم الشرع في الحته دي؟ طيب شوفي كلمتين برضو ب10 ساعات كلام. عقد الزوجية عقد عند ربنا ميثاق غليظ، فكه والطلاق ليس أمرا سهلا، بدليل عندنا باب محدش واخد باله منه اسمه ايه؟ العيوب اللي في الزوج والزوجة والتي يجوز، شوفوا كلمة أنا بتك عليها ازاي، مش يجب، يجوز إن العقد ينحل بسببها، زي الجنون وزي 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 وزي. يجوز يعني ممكن الزوجة يبقى فيها عيب والزوج راضي يخليها، الله يبارك له. ممكن يكون هو فيه عيب والزوجة عايزاه، الله يبارك لها. مفيش يجب. فهو إذا كان كذب ومش لوحده، مما روي عن سيدنا سليمان عليه السلام أنه قال: كل خاطب كذاب. كان سمع عصفور بيخطب ود عصفورة وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. فربنا علم داود وسليمان ابنه لغة الطير. فلقى سيدنا سليمان عصفور بيناجي عصفورة وبيقول لها: هسكنك القصور والعصافير لا تسكن القصور. فقال سليمان عليه السلام وهو يضحك: كل خاطب كذاب. يعني ده وده ودي. معلش انا مضطر بقى اقول سر، يعني ان حلقة بكرة ان شاء الله موضوعها ثقافة القرب الجريحة. فكل خاطب وهو بيقرب فشار وكذاب. لما يتمكن، اول ما يتمكن يا مسلم يا نصاب. وكتير جدا من الناس نصابين، وفي مسلمين محترمين وكويسين جدا. فاحنا يا حبيبتي اذا كان الراجل مريض وله علاج يعالج. اذا كان يعني كذب كذبه، وعارفين احنا وجه الكذب انه عشان راغب فينا مش عايز يترفض، واكتشفنا احنا الامر. احنا احرار، انت من حقك تبقى ام ومن حقك تعيشي حياه طبيعيه، والموضوع بايديكي. اذا كنت هتطلبي الفسخ ده بعد اعمال عقل ومشوره عقلاء، انت مخيره، ما انتش مجبره على انك تعملي حاجه.